السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنكمل مع بعض حل تدريبات الدرس الأول، النشاط الزراعي وموارده في العالم. ده الجزء الثاني من حل التدريبات. هنكمل حل المستوى الرابع ومستوى القمة، واختبر نفسك على الدرس الأول. احنا كنا حلينا الجزء الأول. اللي لسه ما شافش حل الجزء الأول هتلاقيه عندك في الوصف تحت أسفل الفيديو. اولا لو انت لسه جديد معانا واول مره تشوفنا، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشار الفيديو مع اصحابك وتعمل لنا كده تعليق جميل منك لكي نستمر. كنا واقفين عند السؤال الثالث في المستوى الرابع: ماذا يحدث اذا اخذت الدول الناميه بالاساليب الحديثه في الزراعه؟ لو الدول الناميه اخذت بالاساليب الحديثه في الزراعه ايه اللي هيحصل؟ هقول له أدى ذلك إلى قلة التكاليف وقلة عدد العمالة والإنتاج التجاري الضخم. يبقى أدى إلى قلة التكاليف وقلة عدد العمال والإنتاج الضخم. يبقى أدى إلى قلة التكاليف وقلة عدد العمال والإنتاج الضخم. السؤال الرابع: قارن بين الزراعة البسيطة والكثيفة والزراعة العلمية من حيث الخصائص وأماكن انتشارها. الزراعة البسيطة الخصائص: يتم فيها استخدام أدوات بدائية بسيطة. الأدوات أدوات بدائية بسيطة. وضيق المساحة المزروعة، ضيق المساحة المزروعة، وتهدف إلى توفير الاحتياجات الغذائية للسكان دون فائض للتصدير. يبقى تهدف إلى توفير احتياجات السكان دون فائض للتصدير. طب أماكن انتشارها منتشرة فين؟ في المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية وبعض مناطق حشائش السافانا. يبقى في المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية وبعض مناطق حشائش السافانا. بعض مناطق حشائش السافانا. يبقى في المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية وبعض مناطق حشائش السافانا. أما بالنسبة للزراعة الكثيفة فأهم خصائصها تحتاج إلى عمالة وفيرة. يبقى عمالة وفيرة لأنها تتم من خلال عدة عمليات: بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش، ولا تعتمد على الآلات لضيق مساحة الأراضي الزراعية. يبقى عندي كمان ضيق أو صغر مساحة الأراضي الزراعية. يبقى تحتاج إلى عمالة وفيرة لأنها تتم من خلال عدة عمليات، وهي بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش. كمان لا تعتمد على الآلات لضيق مساحة الأراضي الزراعية. طب منتشرة فين؟ منتشرة في المناطق الحارة والمعتدلة، وتوجد في المناطق كثيفة السكان. يبقى في المناطق الحارة والمعتدلة، المناطق كثيفة السكان. أما الزراعة العلمية من أهم خصائصها تهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم، وتتم في مزارع واسعة. يبقى المزارع تتم في مزارع واسعة وتهدف إلى الإنتاج الضخم التجاري الضخم، ويتم استخدام فيها أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة. يستخدم فيها أحدث الآلات والطرق العلمية الحديثة. طب موجودة فين؟ في مناطق زراعة القمح ونطاق القطن في الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق القطن ومناطق زراعة القمح، ومزارع المطاط والشاي جنوب شرق آسيا. جنوب شرق آسيا في مزارع المطاط والشاي في جنوب شرق آسيا، ومناطق زراعة القمح في أوروبا، وفي أوروبا في مناطق زراعة القمح. السؤال الخامس: أيد بالأدلة صحة كل عبارة من العبارات الآتية. 1. تنتشر الزراعة الواسعة في بعض قارات العالم الجديد والقديم على السواء. لسه قايلين اهو فوق الزراعة الواسعة اللي هي الزراعة العلمية والتجارية بتنتشر في بعض قارات العالم الجديد زي الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق زراعة القمح ونطاق القطن. يبقى في الولايات المتحدة الأمريكية في قارة أمريكا الشمالية، وفي قارة آسيا وأوروبا في قارات العالم القديم. في آسيا في مزارع المطاط والشاي جنوب شرق آسيا، ومزارع المطاط والشاي جنوب شرق آسيا، ومناطق زراعة القمح في أوروبا، ومناطق زراعة القمح في أوروبا. يبقى أقول له حيث
تنتشر الزراعة الواسعة في قارة أمريكا الشمالية، وخاصة في دولة الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق زراعة القمح ونطاق القطن ومزارع المطاط والشاي جنوب شرق آسيا ومناطق زراعة القمح في أوروبا. 2. تشتهر تايلاند بالمادة الخام لصناعة إطارات السيارات. هقول له الدليل: حيث تعتبر دولة تايلاند أولى الدول إنتاجا للمطاط الطبيعي. يبقى حيث تعتبر تايلاند أولى الدول في إنتاج المطاط الطبيعي الذي يستخدم كمادة خام لصناعة إطارات السيارات. يبقى حيث تعتبر تايلاند أولى الدول في إنتاج المطاط الطبيعي الذي يعتبر المادة الخام لصناعة إطارات السيارات. 3. نجاح دول أوروبا في إيجاد بديل مناسب بدلا من محصول قصب السكر. هقول له الدليل: حيث يتم زراعة محصول بنجر السكر في أوروبا وخاصة في دولة فرنسا. حيث يتم زراعة محصول بنجر السكر وخاصة في دولة فرنسا، حيث تعتبر هي أولى دول قارة أوروبا في إنتاج محصول بنجر السكر. ويعتبر محصول بنجر السكر بديل عن محصول قصب السكر، فهو يزرع في أوروبا لتوافر ظروف زراعته من حرارة معتدلة وتربة ملائمة. 4. تقوم على المطاط الطبيعي صناعات متعددة. هقول له الدليل: حيث يصنع منه إطارات السيارات وصناعات أخرى. حيث يصنع منه إطارات السيارات. يبقى حيث يصنع منه إطارات السيارات وصناعات متعددة. مستوى القمة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين أ وب وج ودال. 1. تتشابه الزراعة البدائية مع الزراعة الكثيفة في صغر الحقول. يبقى الزراعة البدائية البسيطة والكثيفة الاتنين بيتشابهوا في صغر مساحة الأراضي الزراعية اللي هي الحقول. 2. تقع أكبر الدول المنتجة للقطن بقارات العالم القديم في الجزء. أكبر الدول هي دولة مصر والسودان. طيب مصر والسودان في قارة أفريقيا بيقعوا في الجزء الشرقي من قارة أفريقيا. 3. القمح من أهم المحاصيل في الزراعة الكثيفة والزراعة التجارية، ولكن يتمثل الاختلاف بينهما في الكمية، لأن القمح في الزراعة الكثيفة بيزرع من أجل توفير احتياجات السكان المحليين، أما في الزراعة التجارية من أجل الإنتاج التجاري الضخم. 4. الشرط الأساسي الذي رجح كافة مصر على دول أوروبا لزراعة قصب السكر هو مناخ مصر الحار. مناخ مصر الحار، لأن في أوروبا المناخ معتدل، وقصب السكر يزرع في المناطق المدارية الحارة. 5. المحاصيل المرتبطة بزيادة الثروة الحيوانية لأي دولة هي محصول الذرة والقطن. الذرة يستخدم كعلف للماشية، والقطن تستخدم بذرة القطن كعلف للحيوانات. 6. تتشابه الزراعة الكثيفة مع الزراعة العلمية في أنهما الزراعة الكثيفة والزراعة العلمية الاتنين بينتميان إلى الزراعة المتقدمة. 7. بالرغم من تطور الصين تكنولوجيا فإنها تستخدم الزراعة الكثيفة، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد السكان. يبقى زيادة عدد السكان في الصين، إلا أنها تستخدم الزراعة الكثيفة من أجل توفير احتياجات السكان. 8. يمكن أن تتم زراعة الشاي في مصر إذا توفرت لديها التربة الخفيفة، لأن التربة في مصر تربة طينية ثقيلة. 9. وفقا للشروط المناخية لزراعة قصب السكر، ما أنسب الأماكن في مصر لزراعته؟ قصب السكر أنسب الأماكن الوجه القبلي. يبقى الوجه القبلي أنسب الأماكن بسبب الحرارة المرتفعة والمياه الوفيرة. 10. أي من قارات العالم الآتية لا تتوفر بها الزراعة البسيطة؟ الزراعة البسيطة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، لأن الثلاثة
بيمر منهم دائرة الاستواء، والزراعة البسيطة بتوجد على هوامش الغابات الاستوائية. أما أوروبا فبعيدة عن دائرة الاستواء، يبقى قارة أوروبا. السؤال الثاني: ما العلاقة بين محصول قصب السكر والمناخ؟ هقول له يزرع قصب السكر في المناطق المدارية الحارة، ويحتاج إلى حرارة مرتفعة ومياه وفيرة. يبقى يزرع قصب السكر في المناطق المدارية الحارة. يبقى يزرع قصب السكر في المناطق المدارية الحارة، ويحتاج إلى حرارة مرتفعة ومياه وفيرة. 2. المناخ وإنتاج الشاي في العالم. هقول له يتركز إنتاج الشاي في دول شرق آسيا، لأنه يحتاج إلى مناخ حار وهواء رطب ومطر غزير. يبقى يتركز إنتاج الشاي في جنوب شرق آسيا لتوافر ظروف زراعته من مناخ حار وهواء رطب ومطر غزير. يبقى تركز إنتاج الشاي في جنوب شرق آسيا لتوافر ظروف زراعته من مناخ حار وهواء رطب ومطر غزير. 3. النشاط الزراعي والإنتاج الصناعي. هقول له الزراعة مصدر مهم للمواد الخام اللازمة للصناعة. النشاط الزراعي أو الزراعة مصدر مهم للمواد الخام اللازمة للصناعة. يبقى الزراعة مصدر مهم للمواد الخام اللازمة للصناعة. الصين والهند والغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. هقول له تتركز زراعة القمح في الصين والهند، الذي يعد الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. تتركز زراعة القمح في الصين والهند، الذي يعد الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. يبقى تتركز زراعة القمح في الصين والهند، الذي يعد الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. أو ممكن أقول الصين والهند أولى دول العالم في إنتاج القمح، الذي يعد الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. 5. الأنماط المختلفة للزراعة والتكنولوجيا الحديثة. هقول له تستخدم الزراعة التجارية والعلمية أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة. تستخدم الزراعة التجارية والعلمية أحدث الآلات والطرق العلمية الحديثة في الزراعة. يبقى تستخدم الزراعة التجارية والعلمية أحدث الآلات والطرق العلمية الحديثة في الزراعة. السؤال الثالث: ما مقترحاتك لاتباع مصر نظام الزراعة الواسعة في الصحاري؟ هقول المقترحات: الاهتمام بالمشاريع الزراعية من خلال الاستفادة بالمياه الجوفية، واتباع وسائل ري حديثة لتوفير المياه، واستخدام آلات زراعية حديثة. يبقى استخدام آلات زراعية حديثة والاستفادة من المياه الجوفية في إقامة المشروعات الزراعية. يبقى الاهتمام بالمشاريع الزراعية من خلال استخدام الآلات الزراعية الحديثة والاستفادة من المياه الجوفية واتباع وسائل ري حديثة لتوفير المياه. السؤال الرابع بيفسر: 1. تعتبر زراعة القمح في مصر زراعة كثيفة لأنها تهدف إلى إشباع حاجة السكان المحليين من الغذاء. لأنها تهدف إلى إشباع حاجة السكان المحليين من الغذاء. يبقى لأنها تهدف إلى إشباع حاجة السكان المحليين من الغذاء. 2. على الرغم من وقوع مصر بقارة إفريقيا، فإنها من أكبر الدول إنتاجا للبنجر، لأن مصر تقع في أقصى شمال القارة، وبالتالي يكون مناخها معتدلا ملائما لزراعة البنجر، لأنها تقع في أقصى شمال القارة وتتميز بالمناخ المعتدل الملائم لزراعة البنجر. يبقى لأنها تقع في أقصى شمال القارة وتتميز بالمناخ المعتدل الملائم لزراعة البنجر. السؤال الخامس: ما مدى مصداقية العبارتين التاليتين؟ بعض محاصيل الألياف هامة للثروة الحيوانية. هقول له العبارة صادقة. يبقى العبارة صادقة، حيث يعتبر القطن من محاصيل الألياف الذي تستخدم مخلفاته علفا للحيوان. تستخدم بذرة القطن علف للحيوان. يبقى العبارة صادقة
لأن القطن من محاصيل الألياف وتستخدم بذرة القطن علف للحيوان. 2. من الصعب تحول مصر من الزراعة الكثيفة إلى الزراعة الواسعة بالوادي والدلتا. هقول له برضو العبارة دي صادقة، لأن الدولة تحتاج إلى زراعة الأرض أكثر من مرة في العام لإشباع حاجة السكان، كما أن مساحة وادي النيل ضيقة. يبقى لأن الدولة تحتاج إلى زراعة الأرض أكثر من مرة في العام وضيق مساحة وادي النيل. يبقى لأن الدولة تحتاج إلى زراعة الأرض أكثر من مرة في العام لإشباع حاجة السكان وضيق مساحة وادي النيل. السؤال السادس: ما أوجه الشبه بين كل من الزراعة البسيطة والزراعة الكثيفة؟ هقول له كلاهما يوجد في المناطق الحارة ويهدف إلى إشباع حاجة السكان دون وجود فائض للتصدير. كلاهما يوجد في المناطق الحارة ويهدف إلى إشباع حاجة السكان دون وجود فائض للتصدير. يبقى كلاهما يوجد في المناطق الحارة ويهدف إلى إشباع حاجة السكان دون وجود فائض للتصدير. نحل بقى مع بعض اختبر نفسك على الدرس الأول. السؤال الأول: ألف، أمامك خريطة للعالم، وضح مدلول الأرقام الموضحة عليها. 1. أولى قارات العالم إنتاجا للقمح، دي قارة آسيا، يبقى قارة آسيا هي أولى قارات العالم إنتاجا للقمح. وأولى الدول دولة الصين هنا كده، ودولة الهند، دي الصين ودي الهند. 2. أولى دول العالم إنتاجا للسكر، أهي رقم 2 دي دولة البرازيل، دولة البرازيل أولى دول العالم إنتاجا للسكر من قصب السكر. 3. دولة عربية تشتهر بإنتاج القطن طويل التيلة، دي دولة مصر، يبقى دولة مصر. 4. دائرة عرض، رقم 4 دائرة العرض التي تمر من جنوب مصر هي مدار السرطان، يبقى مدار السرطان. من النتائج التي ترتبت على وجود المناخ الاستوائي والمداري في قارة آسيا بالنسبة لإنتاجها الزراعي. ترتب على ذلك إنتاج قارة آسيا قصب السكر لأنه محصول مداري حار، وثلث الإنتاج العالمي من القطن لأنه أيضا محصول مداري، والمطاط الطبيعي أولى قارات العالم إنتاجا له لأنه يستخرج من عصارة أشجار استوائية. يبقى أدى إلى إنتاج قارة آسيا قصب السكر لأنه محصول مداري حار، والقطن فهي أولى القارات إنتاجا له لأنه أيضا محصول مداري حار، والمطاط الطبيعي لأنه يستخرج من عصارة أشجار استوائية. يبقى ترتب على ذلك إنتاج قارة آسيا لقصب السكر والقطن لأنهما من المحاصيل المدارية الحارة، والمطاط الطبيعي لأنه يستخرج من عصارة أشجار استوائية. ج. بما تفسر صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية في مناطق الزراعة الكثيفة. بسبب صغر مساحة الحقول الزراعية، بسبب صغر مساحة الحقول الزراعية، يبقى بسبب صغر مساحة الحقول الزراعية. السؤال الثاني: ألف، صواب ما تحته خط. 1. تعد قارة أوروبا أولى قارات العالم إنتاجا للذرة. أولى قارات العالم إنتاجا للذرة هي قارة أمريكا الشمالية، أمريكا الشمالية. 2. تتركز زراعة بنجر السكر في قارتي آسيا وأمريكا الشمالية، في قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، يبقى قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية. أوروبا أولى الدول فرنسا، وأمريكا الشمالية أولى الدول الولايات المتحدة الأمريكية. ب. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. 1. يعد من محاصيل الألياف، من محاصيل الألياف الجوت. 2. تتشابه الزراعة البسيطة مع الزراعة الكثيفة في الهدف، الاتنين هدفهم إشباع حاجة السكان المحليين من الغذاء. ج. عرف الإنسان الزراعة منذ أقدم العصور وكانت سببا في استقراره على ضفاف الأنهار. في ضوء ذلك أوضح: 1. الظروف الطبيعية التي تحتاج إليها زراعة محصول الشاي. محصول الشاي يحتاج إلى تربة خصبة خفيفة، مناخ حار، هواء رطب، أمطار غزيرة. يبقى تربة خصبة خفيفة، مناخ حار، هواء رطب، مطر غزير. يبقى محصول الشاي بيحتاج إلى تربة خصبة خفيفة،
مناخ حار، هواء رطب، مطر غزير. 2. سبب شهرة السودان بمحصول القطن. هقول له لأن القطن في السودان من النوع طويل التيلة، وهو أجود أنواع القطن بالعالم. يبقى لأنه من النوع طويل التيلة. يبقى لأن القطن في السودان من النوع طويل التيلة، وهو من أجود أنواع القطن بالعالم. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل الجزء الثاني من تدريبات الدرس الأول، وأشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.